هينزل يا رجاله القبر مش هيطلع تاني، وبيقول لك تحت ما فيش مصليه ولا حنفيه، يعني مش هينفع اصلي تحت، مفيش حاجه خلصت تحت. فازاي العمر اللي انا عايشه دوت ان انا اقرب من ربنا سبحانه وتعالى على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا رجاله ربنا سبحانه وتعالى لخص حياه البني ادم في ايتين. ربنا قال من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. فربنا بيقول لك كده طول ما انت بعيد عني مش هترتاح ولا هتشوف طعم الراحه، حتى لو معاك كل اسباب السعاده اللي في الدنيا، لان اللي بيتحكم حتى في مشاعرنا هو ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول كده هو الذي اضحك وابكى، يعني ربنا هو اللي بيضحكك هو اللي بيبكيك. يعني انت ممكن تبقى قاعد كده لوحدك تمام، وربنا يفكرك بموقف قديم كده تفضل وقاعد لوحدك تفضل تضحك، بص هستيريا من الضحك تمام. هو ربنا طب في حاجه تضحكك، هو ربنا اراد انه يضحكك. وممكن تبقى انت في موضع ان انت المفروض تبقى مبسوط فيه وسعيد وتلاقي نفسك بتعيط. فاللي بيتحكم في مشاعرنا مين؟ ربنا بيتحكم في كل حاجه في الكون، لا يسكن ساكن ولا يتحرك متحرك في الكون كله الا بامر ربنا سبحانه وتعالى. فازاي يكون انا عندي المعرفه والعلاقه بربنا سبحانه وتعالى واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم ليا قدوه، مش هاخد ممثل ولا مطرب. يوم القيامه هتحشر مع ايه؟ مع اللي بتحبه. لو انا بحب مطرب هروح مع المطرب، لو بحب الممثل هروح معاه، طب لو بحب النبي صلى الله عليه وسلم هروح. هينزل يا رجاله